متابعينا الاعزاء صفحه جالاكسي، هاليوم اذا الله راد رح نشتغل البرازي وراح نعطيكم الطريقه خطوه خطوه. 3 كيلو طحين، كيلو ونص سمنه، هلا بنعجنهم بدون اي اضافات، وبس نخلص عجين السمنه والطحين ناخذكم على اللوشه تاعيتها. اللوشه تاعيتهم كيلو 200 جرام سكر، 50 جرام حليب بودره، بنخفق الحليب بالسكر عشان يصير سهل تجويبه. بنرجع بنضيف 600 جرام مي، فيهم تقريبا شي 250 جرام قطر. هذا شكل العجين بعد العجن. عطتني انه خلص العجينه. هلا بدنا اللوشه. اللوش ما بدي يكون على الخفاقه، اللوش بده يكون بالايد. طريقه اللوشه، بنفضل اللوشه تاعتنا بدنا ننتبه على طريقه اللوش تاعونا، بدنا ما نطول بلوشانا 5 اصابع، بنطبهم هيك وبنقلب، ما بدنا نطول كثير. هاي عجينه البرازي عنا هيك خاصه. هلا وين بدنا نروح فيها يا مروان؟ على البرازي، على الفريزر. نفضيها ناخذها على الفريزر. هذا القوام بده يطلع معنا، ما حدا يقول لي رخوه بالفريزر بتشد معنا، بتطلع عجينه. هلا بس نطلع من الفريزر بتبين معنا كيف بدنا نشتغلها. هلا بيشوفها بيقول شو هالبرازي هيدا ما بتنشغل. هلا عجينتنا جاهزه، بدنا نتبل السمسم عشان نبلش شغل بالبرازي. السمسم عندنا هون نحط رشه هال، هذا هال مطحون، عندنا سكر بودره، وعندنا هون قطر. هاي تبلت البرازي ومنلوش. هذا القوام اللي بدنا نوصل له بنكون جاهزين لشغل البرازي. هاي عجينتنا بعد الفريزر حجر. هلا بدنا نطري، عملية التطراي. شفتوا بالفيديو القديم كيف كانت رخوة وهلا كيف صارت. هلا بدنا نطريها. هلا هاي هيك طريناها. هلا وين بتروح؟ مع وشها على الفرن. هاي خلصنا البرازي، هاي اخر صينية. وبتمنى تجربوا الوصفة اللي اعطيتكم اياها ورجعوا تاكدوا منها قد ما تجربوها، وبتمنى تكتبوا لنا بالتعليقات كيف بدها تطلع معكم. معكم الشيف ابو عبده، معمل حلويات جالاكسي، زيورخ، سويسرا، سيبخ. اهلا وسهلا فيكم.